اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض أكلة سهلة جدا، ممكن تعمليها بالفراخ أو بالأجنحة أو بالدبابيس، بأي نوع فراخ عندك. هنجيب بصلاية نقطعها وننزل عليها كده هوت بالتوابل بتاعتنا، ملح وفلفل، بصل بودرة، توم بودرة، بابريكا، شطة، كمون، ونتبلها. وبعد كده نتبل الفراخ بتاعتنا كويس جدا ونقطع عليها بطاطس، ممكن نحط عليها اي نوع خضار تاني، ونحط عليها الفراخ والطماطم ونولع عليها على النار. بعد كده بقى تعالوا نعمل مع بعض احلى كوبايه قهوه. تقريبا يوم الفيديو الروتين بتاع يوم الجمعه، وجوزي كان قاعد فقلت كده اظبطه كده اهوت واعمل له كوبايه قهوه كده حلوه من ايدي. بقى انا بحب القهوه بصراحه باللبن. فلما بتشتري لبن بشيل الوش بتاع القشطه، واحطه كده اهوت واجمعه، وبعد كده نعمل بيه سمنه بلدي ان شاء الله مع بعض في القناه. كده حطيت عملنا القهوه مع بعض. طبعا مش متابعني على قناتي الاساسيه قناه ياسمين مصري، يا ريت تتابعني. تمام، هيلاقي فيديوهات حلوه جدا تعجبكم اكتر من القناه ديت. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده عملنا القهوه وكمان حضرنا الغدا. هنعمل مع بعض بقى حبه رز كده هوت بالشعريه. الرز كمان عشان يطلع معاكي فاتح ولونه فاتح يعني، ممكن وانتي بتعمليه تحطي له معلقه خل او عصره ليمونه، اللي هتساعد يعني ان الرز بتاعك يكون فاتح شويه. حمرت الشعريه كده اهوت ونزلت بالرز، وعشان يطلع معاكي مفلفل يكون فيه مثلا معلقه سمنه ومعلقتين زيت، ماده دهنيه يعني، وتشوحي الرز مع الشعريه كويس جدا عشان يطلع معاكي مفلفل. حطي له بقى مرقه دجاج هيبقى طعمه حلو جدا، وملح وفلفل، لا وملح، وممكن حبه الدقه ديت اللي كنا بنعملها زمان، اللي هي عباره عن كمون وكزبره وملح على بعض كده اهوت. بعد كده هنعمل طبق سلطه. طبعا الاكله ديت حلوه جدا، هي بتبقى على بعضها كده صينيه البطاطس والرز والسلطه، او ممكن الفراخ المحمره والملوخيه والرز والسلطه. يعني اكله ستي يعني الله يرحمها، او جدتي وجدتك كلنا يعني، اكله حلوه جدا. بعد كده وزعت كده هو. طبعا انا كنت عامله بتاع كيلو الا ربع رز، يا دوبك على قدنا يعني، احنا بتاع 6 انفار، 4 اولاد وجوزي وانا. وبعد كده هو عملنا حبة الفشار، يعني أولادي على طول ما شاء الله يعني متوصيين بيا وعايزين حاجة حلوة. عاملين لنا حاجة حلوة يا ماما، عاملين لنا حاجة حلوة يا ماما. فابني الصغير كل شويه عايز يشتري حاجه من تحت، فبقول له لا اقعد وانا هعمل لك حبه فشار. فكل شويه كده بعمل لهم فشار. بعد كده بقى هعمل لهم رز معمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سهل جدا، ممكن بنص كيلو لبن بس تعمليه. هتجيبي كوبايتين رز تغسليهم كويس جدا وتحطيهم في صينيه كده اهوت، وتنزلي عليهم بتاع بكيلو لبن، او ممكن تعملي نص الكميه، وتحطي عليها سكر حسب الرغبه، معلقه قشطه، معلقه سمنه بلدي، نص كوبايه سكر. بقى انا حطيت نص كوبايه سكر كده اهوت، وحطيت فانيليا، واحط كمان معلقتين سمنه كده على الوش عشان الوش بتاعي يكون محمر. وهدخلها الفرن، مش بتاخد وقت، بتاع ساعه الا ربع كده اهوت على حسب الفرن ودرجه حرارته. بس خدي بالك ان الوش بيحمر على طول، يعني ممكن الرز يكون ني بس الوش اتحمر خلاص، فانت تطفي الشوايه بقى وتسيبي الرز يستوي لغايه ما يدبل معاكي كده اهوت ويتهرب معنا اصح، وبالهنا والشفا على قلبك. بتقدميه بقى بالشكل دوت. انا بحب جدا الرز المعمر الحلو، لكن ما بحبش الرز المعمر الحادق بصراحه. عملته قبل كده وما بحبتش اكله. قدمته كده هوت بالشكل دوت بقى جنبي شاي قهوه كده يعني، الهنا والشفا على قلب اللي هياكله. تفاعلكم على القناه بقى يا جماعه قليل جدا، اعملوا لايك للفيديو عشان ناس تانية تتفرج عليه، ساعدوني يعني باقل حاجه ان انتوا تعملوا لايك واشتراك.
بعد كده بقى على اخر اليوم طبعا الاولاد عايزين حاجه حلوه، عايزين حاجه حلوه، زهقتوني. فقلت لهم خلاص تعالى اعمل لكم عصير. كان في فاكهه كده اهوت، كان في فراوله وموز، هعمل لهم بقى احلى عصير فراوله بالموز. يعني ممكن تعملي حاجات بسيطه جدا من اي حاجه موجوده عندك. ممكن تعملي فراوله بلبن، تعملي موز باللبن، جوافه باللبن الموجوده عندك، عصير برتقان. لو مش مفيش حاجه خالص ممكن تعملي عصير ليمون. فانا كده قطعت الفراوله كده ونقيت كام واحده كده اهوت ماسكين نفسهم، خليتهم على جنب مثلا ممكن يقعدوا لتاني يوم، احطهم في علبه احطهم في التلاجة. وحطيت حبه كده اهوت، وقطعت الباقي شرايح كده، وحطيت حبه وعليهم موز كده اهوت. لو في كوبايه لبن حطيها، وهضربهم في الخلاط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واحط السكر حسب الرغبه، احط فانيليا كده. قطعت الفراوله بتاعتي وحطيتها في طبق، واقطع كمان كميه موز واحطها في طبق، واحط وعملت كده العصير الفراوله، احط عليها موز وسكر وفانيليا، وهضربهم في الخلاط. وبعد كده هقدمهم مع بعض. طبعا يا ريت بقى تنوروني، اول مره تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك واعملوا لايك، وتابعوا قناتي التانية باسم ياسمين مصري. ان شاء الله اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. شجعوني بقى بالاشتراك واللايك كده اهوت الحلو. بحبكم جدا في الله. انا مش هطول عليكم بالفيديو اكتر من كده، ممكن تتابعوني للاخر طريقه عمل العصير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.